وأخيرا تم الكشف عن لغز مقتل الشاب إيهاب أشرف اللي ميت بقاله حوالي 9 أيام أو 10 أيام. وكان لغز وفاته كان محير ناس كتيرة جدا جدا. بس بجد كل التحية لأجهزة الشرطة اللي ما كانتش قاعدة، وكان برغم ان اللغز كان كبير جدا وكان صعب ان هو يتحل، خصوصا بعد ما اختفى الطالب وهو كان في درس خصوصي مع زمايله، وبعد ما خلص الدرس الخصوصي كان في درس تاني ليه. وبعد كده هو كان صايم، وده بناء على كلام عمه ان هو كان صايم وكانت والدته منتظراه. بس بعد كده لقت التليفون يعني ما اتقفل، حد بيرد عليها وبيقول لها ان هو ابنها معاه، وان هو مقابل 100,000 جنيه ان هو هيرجعه لها. بعد كده التليفون اتقفل ولا حس ولا خبر. رايت بعديها لقوه ان هو الجزء الاسفل منه بس ان هو موجود في عند احد المصارف ملفوف في خيش. وطبعا كان لغز صعب جدا جدا وكان محير، واجهزة الشرطة ليها كل التحية فعلا. اللي هو تم كشف اللغز، ومكناش يعني انا فكرت ان هو ده ممكن يكون حد هو اللي عمل كده، وفعلا كان احساسي وتفكيري صح. اللي تم الكشف عن مين هو الجاني. الجاني هو مدرس الفيزياء اللي قام بالتخلص من الطالب إيهاب أشرف اللي عنده 16 سنة. الطالب المدرس ده مدرس الفيزياء عنده 26 سنة. كان في قرية الأمل في مركز الستاموني تقريبا في محافظة الدهلية. تم التخلص من الطالب لأنه كان بيمر بضائقة مالية، وكان عارف إن أهل الطالب دوت متيسرين الحال، فقرر بالفكرة المجنونة دي فكرة الشيطان اللي هو اللي وسوس له فيها في عقله ودماغه ان هو يعمل الفكرة دي. وعمل الفكرة دي وانتهز ان الطالب كان في درس خصوصي بعد الدرس الاولاني اللي الطلبة سابوه مشى، كان لوحده، وانه قرر ان هو يعمل كده فيه، وان هو ما قسموش يعني نصين بس، لا، قرر ان هو يعمله. و... وقال ان الجريمه محدش هيعرفها، وانه هيستمر في مساومه اهله بعد ما تم التخلص من الطالب. وبعد كده هوت ان هو بس خاف وقرر ان هو ما يكملش الموضوع دوت، لانه حس بالاجهزه الامنيه ان هي شغاله كويس جدا، وان هي ممكن ونطاق البحث كان كبير، فان هو ممكن يوصلوا له، فقرر انه يقفل الموضوع ما يكملش فيه. ولغايه ما تم التوصل ليه. انا بصراحه مش فاهمه يعني ايه وجهه نظره. هو لو كان فكر صح، يعني ايه ضائقه ماليه ان هو يعمل جريمه زي ديت؟ ما هتبقى نهايته نهايه سودا في النهايه، ان هو هيقضي على مستقبله وحياته وعمره، وهيبقى طبعا فضيحه بجلاجل، وهياخد اعدام. هو يعني عشان يتخلص من الضائقه الماليه هيتخلص من عمره كله. فدي كان نهايه. ده كان خلاصة الموضوع، ان هو كانت لغز كبير جدا، بس الحمد لله قدروا يتوصلوا للجاني علشان يبرد ناره. وكان الحاج اشرف والد ايهاب قرر ان هو يعني يشكر كل الناس اللي كانوا واقفين معاه ورجال الشرطة اللي هم ما قصروش في الموضوع، والناس اللي كانوا واقفين معاه في المحنة الشديدة الصعبة دي. كان من كام يوم كان تم تشييع الجزء السفلي من الطالب ايهاب، واتدفن في المقابر الأسرة. والحمد لله قدروا يتوصلوا للجاني اللي بتفكيره الغبي ان هو قدر يعني يوصلوا للفكرة دي. بس في النهاية ان احنا وصلنا ليه، كشفنا عن اللغز اللي هو بقاله فترة كبيرة جدا. واستنونا ان شاء الله الحكم هيبقى سريع جدا، لان هي تعتبر قضية رأي عام، وان شاء الله هيبقى الحكم بالاعدام مسبقا من دلوقتي. بس هنتابع اول باول تفاصيل الجريمة البشعة دي. خلوا بالكم يا جماعة، لان مهما كان اقرب الناس بجد مفيش ثقة خلاص، لأن مدرس محترم وكده، وده تفكيره عشان طريقة مالية ان هو يعمل جريمة زي دي بالشكل البشع ده. ربنا يرحمنا برحمته.